سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، من المحيط الأطلنطي للخليج العربي، محدثكم عادل مظلوم، محلل وتسويق نظم معلومات في جمهورية مصر العربية، وزارة السياحة والآثار، أخصائي كمبيوتر أول وزارة السياحة والآثار. المعلوماتية، ما هي المعلوماتية؟ المعلوماتية شيء مهم وجدير بالاحترام وجدير بالكلام عليه عنه، لأنها المعلوماتية شيء مستحدث في عصرنا المعاصر، وبخاصة القرن 21. إن زمن المعلوماتية التي نحياه من الأزمنة المهمة والمفيدة في مجتمعنا المعاصر. لماذا؟ لأن المعلوماتية نكون فيها ملمين بثقافتنا وملمين بحياتنا وبتعاملاتنا الإيجابية والتربوية والمجتمعية، وهذا شيء شديد المراسي مفيد لأجيالنا التي نحياها، ونفعل من خلالها حوار الأجيال. حوار الأجيال قد يلتبس ببعض الشباب والشابات والطلاب والطالبات والتلميذات والتلاميذ أنه شيء غريب، ولكن حوار الأجيال شيء مهم وجدير بالاحترام وجدير بالبحث والتروي. لماذا؟ لأننا في هذا العصر الذي نحياه نستلزم ونتحول إلى لابد من حوار الأجيال، لأن حوار الأجيال من ليس له ماضي ليس له حاضر. نعم، حوار الأجيال ينشأ ما بين الوالدين والأولاد، والذي أصبح مفقودا في عصرنا المعاصر لخصوصية كل واحد من الأولاد والبنات، وكذلك الأب والأم، في حين أن الآباء والأمهات مطالبين من تفعيل هذا الموضوع هو حوار الأجيال، لأن حوار الأجيال مفيد جدا في عصرنا المعاصر، حتى تحت شعارنا تعلية الإيجابيات ودركا للمخاطر. لماذا؟ حوار الأجيال مهم جدا. ليه؟ لأن المتغيرات الغربية والمتغيرات الحياتية والتكنولوجية أصبحت تعيش في داخليتنا، وأصبحت قاسية في معاملتنا مع بعضنا البعض، وأصبحت الأحاسيس والمشاعر مفقودة ومتباعدة، وأصبحت ظاهرية ولا أحد يحاول أن يقترب منها لخصوصيات صنعها الغرب من خلال التكنولوجيا التي نتعامل معها جميعا، وهذه حقيقة واضحة نحياها. ولكن هل سيظل هذا الوضع قائما في هذا العصر والذي يزداد تباعدا الإنسان مع نفسه ومع أهله ومع أقاربه ومع أصدقائه إلا من خلال التواصل الاجتماعي؟ إننا إذ نتكلم عن هذا الموضوع فهو موضوع شديد المراسي وصعب التعاملاتية، ونجده لابد لنا أن نحاول من أجل أن نحتوي هذا الأمر، وإن كان بعض الناس قد يتفقون وبعضهم قد يتفق، ولكن إن لم يتفق الناس فمتى يتفقون؟ هل سيظلون متباعدون ويتباعدون سنين وسنين وأعواما وأعواما من أجل أفكارهم التي يسعوا إليها ومن أجل أيامهم التي يحيونها؟ إن حوار الأجيال مهم جدا لكافة أفراد الأسرة وكافة أفراد المجتمع المصري والعربي بل والعالمي، فالمشاعر والأحاسيس أصبحت جوفاء ومظهرية ويشوبها نوع من التباعدية، إلا في المناسبات من خلال الواتساب ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي. إن التزاور والتبادل الأسري أصبح يكاد يكون ينعدم إلا ظاهريا وعلى فترات طويلة، لاختلاف الأهواء والمشاعر والأحاسيس تبعا لكل الناس على حدة، فأصبحت الوحدة والأنانية تشوب الجميع حتى إن كانوا متواجدين مع بعضهم من بعض، في ظل أن الإسلام دعا إلى الوحدة ودعا إلى التكافل ودعا إلى التراحم ودعا إلى كل شيء، ونحن في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر من رمضان. وشهر رمضان المبارك نجده أتى ويسير سريعا ويتصارع، ونحن نلهث الأنفاس حوله ونسارعه، ولعلنا ندرك ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. نعم، إن رمضان المبارك فرصة جيدة وكريمة لإعادة الحوار الأجيال
ما بينهم وبين البعض. فالفائدة في الكبير والصغير هو التلاقي، وليس ملاقاة ظاهرية، بل تناقشية وحوارية تفيد الجانبين. فالكبير يفيد الصغير بخبراته ويفيده بكلامه وحواره، وعلى الصغير أن يكون أكثر صبرا ومصابرة في الاستماع والتحاور، وعلى الاثنين أن يكونوا أكثر توددا وتقابلا ومعرفة وحبا. لماذا؟ لأنه هذه هي أيام عطرة وأيام كريمة ما لبثت أن تنتهي سريعا، ونحيا بجو رمضان وحياة رمضان، وليس رمضان هو مظهرية ومسلسلات وأفلام وبرامج وكافة أشياء مبهجة. إن رمضان هو شهر للعبادة وقراءة القرآن، وأن نسير بعد هذا الشهر على سياسة رمضانية مهذبة للنفس وللمجتمع وللتربية، تسعى فيه الإنسانية لخيرها وخير وطنها العربي وخير وطننا مصر. نعم، إن هذا الأمر أمر صعب في ظل متغيرات عالمية وعالم متعدد الأقطاب نحياه ونعايشه ونتعامل معه في ظل أشياء غريبة نحياها من متغيرات وكافة أشياء تعاملاتية يغلب عليها الأنانية والتوحدية والتباعدية والأسرية مظهرية، ولا يوجد أبدا أي نوع من التوائم. لذلك وجب علينا تفعيل حوار الأجيال في المجتمع العربي ومناقشة ما هو المفيد لمجتمعنا العربي. ولن يتحمل أحد هذا الحوار المجتمعي لعدم الرغبة في ذلك، ولكننا نسعى إليه بالهدوء والتعقل والتروي والحكمة. لماذا؟ لأننا كمجتمع عربي يجب علينا أن نكون أكثر تألفا ووحدة وتفاعلية من أجل أمتنا ومن أجل حياتنا ومن أجل خيرنا ومن أجل إسلامنا ومن أجل عروبتنا ومن أجل اقتصادنا ومن أجل كل شيء يهمنا في ظل عالم متجدد ومتعدد الأقطاب. وإذ كنا نتكلم عن حوار الأجيال، فهذا مفيد وثري وعظيم لأمتنا العربية، لأن فيه تآلفنا وتآخينا وارتباطنا ببعضنا البعض، ونجده ضروري في شهر عظيم جليل، شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وإن العشر الأواخر التي نحن بصددها والتي نحياها لا تسير سريعة جميلة فيها الخير والبركة لأمة الإسلام والإيمان في كل مكان، وإننا إذ نسعى لخيرها وخير أمتنا وخير شعوبنا العربية وخير حياتنا نتمنى الخير لأمتنا العربية. ولذلك الحوار العربي وحوار الأجيال علينا أن نفعله بين الأبناء والبنات والآباء والأمهات والأهل والأحباب والأقارب والأصدقاء، وقد يكون هذا مفيدا وقد يكون صعبا، ولكن لنشد على معصمنا بعضنا البعض ونسعى إلى أن نكون أكثر تفتحا وحكمة وترويا من أجل مجتمعنا العربي. سيداتي يا نساتي سادتي، إن العالم الذي نحياه جميعا لعالم شديد المراسي، يتغير تباعا يوما بعد يوم، ونجد متغيرات قوية وشديدة المراسي. علينا أن نكون أكثر حنكة وأكثر خبرة وأكثر تعاملاتية، وأن نكون أكثر حياة بفكر واع متقدم لأمتنا. إذن نسعى لخيرنا وخير أمتنا وخير حياتنا وخير وحدتنا العربية في مصر والوطن العربي الكبير من الخليج العربي للمحيط الأطلنطي. نسعى جميعا لأمتنا، نسعى لديننا، نسعى لحياتنا، نسعى لعروبتنا، نسعى لمصرياتنا، نسعى لوطننا العربي. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق في كل شيء في حياتنا، في كل شيء في الوطن العربي من الخليج العربي للمحيط الأطلنطي. مع تحياتي عادل مظلوم، محلل مصممين نظم معلومات، وزارة
السياحة والآثار جمهورية مصر العربية. أشكركم، رمضان كريم عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.